السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم. عواشركم مبروكة وكل عام وانتم بخير، ودائما مع التحضيرات اللي تنوجدوا في هذا الشهر الكريم ان شاء الله. من بينها هي الحلوة اللي كنحتفلوا بها بالعيد المجيد ان شاء الله. الله يرسلنا ليه بالصحة والسلامة يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين. الحلوة اللي غنشارك معكم اليوم هي غريبة، كتجي غزالة وفيها واحد المذاق مختلف بزاف على باقي ديال الغريبات، اللي هي غريبة ديال اللوز بلوزيست ديال البرتقال معسلة. نتمنى اخواتي تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما غاديش تندموا حيت واحد الغريبه اللي كتجي رائعه في المذاق ديالها. نبداو على بركه الله بالمقادير والطريقه. عندي هنايا كيلو ديال اللوز، كيلو ديال اللوز اللي سلقتو ونقيتو وطحنتو الطحنه الاولى بلا سكر، والطحنه الثانيه طحنتها ب 300 غرام ديال السكر اللي درت. ما بغيتش ندير حيت القاعده ديال الكيلو ديال اللوز ديما تيكون فيها 500 غرام السكر، انا درت غير 300 لحقاش عندي هنايا لوزيس ديال البرتقال معسله. غادي تزيدوا الحلاوه اللي خاصه. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الكليكوز، عندي 2 معالق هنا ديال الزبده رطبه. هذا غادي نخليه للتزيين بياض ديال البيض. هنا عندي بيضه كامله وجوج صفار، وهنا 2 ساشيات ديال خضير الحلويات. بسم الله نبداو. اللي بغى يدير حتى بكاوكاو حتى هي كتجي مزيانه، غير هي خاصها دير لها النكهه ديال اللوز باش تجي فيه المذاق ديال اللوز. وجربتها حتى انا بكاوكاو جات زوينه. غادي نزيد عليها الزبده واللوزيس ديال البرتقال ومعلقه ديال الجليكوز. وهاد 2 صفار البيض وبيضه كامله. غادي نخلط هاد العناصر هادي، نخلطها مزيان حتى تندمج مع اللوز مزيان. عطينا واحد العقده اللي ما كتجي ما خفيفه، ما المهم كتجي هي هذيك. الا كان خاصنا مازال تكون خاصها تجي تكور لينا هكا مزيان، غادي نزيدوا لها بيض ديال البيضه. صافي انا دخلت في هذيك المقادير، وعندي هنايا درت 3 ديال البيضات صغار من الحجم صغير، 2 بالصفار وحده كامله. واذا كان عندكم البيض كبير غديروا غير 2، وحده كامله وصفر وحده. صافي ما ديروش 3 حيت انا كما قلت لكم عندي البيض هنا صغير. دابا زدت ديك 2 ديال الساشيات الخميره، غادي نخليهم مزيان. صافي انا دخلت ديك الخمارات في الخليط. عندي هنايا رقائق اللوز كيلي، وعندي هنا ديك 2 ديال بياض البيض اللي خليت من الخليط الاول، و لوزيس ديال البرتقال راني ما نسيت ما قلتلكمش المقادير، غادي نديرهم في صندوق الوصف. ودرت فيها 300 غرام ووجدتها ديال الدار انا اللي صايبتها، وكاينه كتباع شحال ما بغيتي 300 غرام 400 غرام شحال ما بغيتي كديرها، ولكن انا وجدتها في الدار وخليتها هكا باينه شويه. طحنتها وخليت شويه لوزيس باين، وانتم اللي بغيتو تخليوها مطحونه ما تخليوهاش تبان، ما تخليوهاش على هذيك الشيء على حسب الرغبه ديال كل سيده. انا كنبغيها تبان هكا شويه في الخليط. دابا غادي نديروها كويرات شكل غريبه، والحجم كيبقى على حسب اللي بغيتي. غادي ندوزوها في البياض ديال البيض، ومن بعد في اللوز لوز ايفيلي. صافي ندخلو نديروها في اللاطه.
هنا راني عمرت لاطه الاولى، وسبق لي شعلت الفران من قبل، ما جهدش بزاف، متوسط النار وصافي، لا الحراره وصافي. عندي هنايا شويه ديال الماء زهر، كنت مره كندير فيه يدي باش ما كيلتصقش خالط على اليدين ديالي. غادي ندخل هاد اللاطه الفران الجهه التحتانيه، غير تبدا تشق نطلعوها الفوق باش تطيب من الجهه التحتانيه، وما هي ما كتستحملش الحراره بزاف. ونقصوا العافيه باش ما تحمريناش مزيان وطيب دغيا، ولكن من الداخل تبقى معجنه. انا غادي نستمر هكا كاع حتى نسالي الكميه اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الغريبه. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه بلوزيز ديال البرتقال. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي معلكه من الداخل، كتجي رطبه ومعلكه. نتمنى اخواتي تنال اعجابكم هاد الغريبه، وبصراحه كتجي غزاله. وبغيت نقول لكم على ديك لوزيز ديال البرتقال، انا كنت شفتو ما طحنتهاش مزيان، خليتها شويه باينه. وانتم الا بغيتو ما تبانش غادي تعاودوا تطحنوها مع اللوز مره ثالثه. المره الاولى كيكون بوحدو، الثانيه مع السكر، الثالثه غادي تعاودوا تطحنوه مع لوز ديال البرتقال الا بغيتو ما بغاش يبان. والنتيجه كتبقى وحده، اما كما خليتيه هكاك شويه باين ولا طحنتيه كتجي النتيجه نفس النتيجه اللي كتجي. نتمنى اخواتي تنال اعجابكم هاد الغريبه وتجربوها، وما تنساوش تدعموني دائما كما كنقول لكم باللايك والاشتراك، واللي كيشوف اول القناه ديالي اول مره والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر، وصفه اخرى باذن الله.